اهلا بيكم في قناتي. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل وصفه الزبادي، وصفه حلوه جدا، وهنعرف ازاي نخليه متماسك وكريمي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنعمل زبادي بالفراوله وزبادي بمربى الفراوله او بصوص الفراوله. بجد حلو جدا. شايفين متماسك ازاي؟ احلى وانضف من الشارع بكتير. كفايه ان احنا عاملينه وعارفين هو معمول ازاي، وبجد اوفر كتير قوي من الشارع. مكلفنيش حاجه. كمية كمان بتطلع اكتر من لو احنا اشتريناه بفلوس في الشارع. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك وتعملوا الاشتراك، تفعلوا زر الجرس. اول حاجة انا معايا 2 كيلو من الحليب كده او اللبن. انا غلياهم سايباهم في التلاجة ليلة، وبعد كده شلت القشطة كده من عليه، علشان انا هستفاد بالقشطة دي في حاجات تاني، انا بستخدمها في حاجات كتير. فهشيل القشطة كده بالشكل دوت من عليه. اهم حاجة طبعا اللبن يكون دسم كده، ويكون من مكان موثوق فيه. انا شلت بقى القشطه خالص. هحط ان هو يدفى بس كده على النار زي دمعة العين او الرضعة بتاعه البيبي. احط عليه كوبايتين من الزبادي. لازم احط كوبايتين من الزبادي يكونوا بايتين قبلها بيوم، ما يكونش الزبادي فريش او لسه معمول في نفس اليوم، لان دي الخميره بتاعتي. احط بقى الزبادي بالشكل ده. اضربهم مع بعض كويس. ممكن ان انا استخدم الخلاط، ممكن ان انا استخدم اي حاجه تسهل عليا الضرب، بس هو الضرب مش كتير. هو بس انا هخلط الزبادي باللبن بالشكل ده. بجد طعمه حلو جدا، واوفر كتير من البيت. هنعرف تكات حلوة جدا نخلي طعمه حلو للاطفال والاطفال يحبوه. طبعا غير بتاع بره. لو احنا حابين ان هو يكون زي جهينة والمراعي والحاجات ديت، ممكن نستخدم اللبن المعلب، مش اللبن اللي هو الحليب. والزبادي كمان اللي هو المعلب دوت المراعي او جهينة والحاجات دي. لكن انا عايزة اعمل زبادي بلدي. اخلطهم بقى مع بعض كويس. شايفين خلاص الزبادي داب خالص كده في اللبن. هجيب بولة وهاخد فيها نص الكمية، او على حسب ما احنا عايزين اقل عايزين اكتر عشان نعمل زبادي بالفراولة. ده كيس ايس كريم فراولة. ممكن نعمل مانجا، ممكن نعمل اي حاجة احنا بنحبها، بس احنا بنحب زبادي الفراولة اكتر. هفضيه كده بالشكل ده. بجد بيديله طعم حلو جدا والاطفال هيحبوه قوي. اخلطهم كده مع بعض كويس. شايفين لونه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وطعمه كمان احلى. ياريت تجربوه هيعجبكم جدا. هخلطه بقى كويس مع بعض. لازم ان انا ادوب كده البودر بتاع الايس كريم. هنا بقى على اللي هو الزبادي العادي اللي هو السادة، هضيف باكت كده من الفانيليا. بجد بيديله طعم حلو جدا وبيديله ريحة حلوة جدا، وهتحسوه مختلف كتير عن بتاع الشارع او بتاع المحلات. حطه بالشكل ده كده. بجد بيخلي ريحته حلوة قوي. نبدأ بقى ان احنا نصب الزبادي بتاعنا في الكوبايات. دي كوبايات هحط دي مربى فراولة انا كنت عاملاها. احط كده في الكوباية من تحت. طبعا كلنا عارفين الزبادي ده وبنشتريه من بره، زبادي المراعي اللي هو بيكون بالمربى. احط كده معلقتين من المربى بتاعه الفراولة. امسحها بس كويس عشان ما يبقاش الكوباية ملخبطة كده وشكلها مش حلو. امسحها بقى بالشكل ده، وهبدأ ان انا اصب عليها الزبادي. شايفين شكلها حلو جدا، بجد طعمها كمان كان احلى. هغرف بقى في طواجن. ممكن ان انا اغرف في كوبايات، ممكن ان انا اجيب اللي هي الكوبايات البلاستيك بتاعه الزبادي. انا بحب ان انا اعمل الزبادي في فخارات.
هغرفه بقى بالشكل ده. هغرف كمان الزبادي الفراولة، بجد عملوا معايا كمية حلوة جدا، ولو بكوبايات الزبادي دي هيديني كمية اكبر، اوفر كتير من المحلات وانضف كمان. شايفين بجد حلو قوي. هجيب بقى صينية او اجيب قالب بالشكل دوت، هبدأ ان انا ارص فيه الزبادي بتاعي كده بالشكل ده. انا صبيت او حطيت الزبادي بتاعي في حاجة مربعة، فهي بتاخد يعني اكتر من المدور، فبتاخد كمية اكتر من الزبادي. حطيت كده بالشكل ده، رصيت فيها الزبادي بتاعي. وهحط كمان الكوبايات كده. هجيب برضو مية دافية، انا مش عايزة المية تكون سخنة خالص ولا تكون باردة، مية تكون فترة كده زي الرضعة بتاعت البيبي. وهحط كده عليها بالشكل ده، هحط نص الفخارات او نص الكوبايات. وهنا برضو نفس الكلام لحد ما اوصل للنص كده بس. انا فتحت الفرن دفيته بس وقفلته تاني، برضو ما يكونش سخن، يكون دافي، عشان نعمل الحضانة بتاعت الزبادي في البيت لازم تكون دافية ما تكونش سخنة. شايفين الكمية بتاعتي كلها حطيتها وحطيت عليها المية. ادخلها بقى في الفرن، ممكن ليلة كاملة، ممكن 4 ساعات بس. شايفين حلوة جدا، بجد حلوة جدا ومتماسك جدا زي ما انتوا شايفين. هيخرج بقى من التلاجة او من الفريزر، من الفرن سوري، يطلع على التلاجة. شايفين شكل الزبادي حلو جدا. شايفين هعمل وش وهعمل طبقة ازاي. الطبقة بتاعت القشطة ديت بجد حلوة قوي، متماسك وكريمي زي ما انتوا شايفين. بجد الفانيليا بتديله طعم حلو قوي، وبتديله ريحة كمان مختلفة. شايفين شكله عامل ازاي، بجد تحفة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه وقدرت ان انا اقول كل المعلومات. متنسوش تعملوا لايك للفيديو.